اللي معه دولار يتخلص منه. تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز بالتزامن مع هبوط بقيمة الدولار، حيث انخفضت قيمته 4.5%، وهيدا الهبوط كان الأول من نوعه منذ العام 2022. هيدا على الصعيد العالمي. أما بلبنان فشو تأثير هيدا الموضوع؟ الجواب بهيدا الفيديو. خلافاً للي بيعتقدوه الكتار فإنه سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار لن يرتفع بالمستقبل لا القريب ولا البعيد، بل العكس الأرجح أنه ينخفض، بمعنى أنه يصير أكثر من 89,500 يوصل 100,000 أو أكثر حتى من 100,000 لسببين أساسيين. السبب الأول هو لأنه سعر صرف الليرة اللبنانية عادة ما بيعبر عن وضع الاقتصاد اللبناني، وضع الاقتصاد اللبناني سيء. والثاني واللي هو الأهم فإنه صندوق النقد الدولي في حال بده يدخل باتفاق مع لبنان بيشترط تحرير سعر الصرف، ومجرد ما فتنا نحن على تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار فإنه السعر طبعا رح ينخفض. يعني سعر صرف الليرة اللبنانية بينخفض وما بيرتفع، وبالتالي من المضر جدا ومن غير المفيد اليوم بيع الدولارات وشراء الليرة أملا بتحسن سعر الصرف في المستقبل القريب. على المستوى العالمي سعر الدولار اليوم طبعا تقريبا بيتذبذب مقابل العملات القوية الأساسية، إنما طبعا لم يتراجع بشكل كتير كبير رغم كل السياسات اللي عم تتبعها أمريكا. والسبب إنه اليوم الدولار ما زال هو العملة المهيمنة على الاقتصاد العالمي. أكثر من 50% من احتياطيات دول العالم بالعملة الأجنبية هي بالدولار. الدولار يستعمل ل 60% من التبادلات التجارية، هذا فضلا على أنه هناك أكثر من 65 دولة تربط عملتها بشكل مباشر بالدولار، وبالتالي لا خوف على الدولار بالمستقبل القريب من أي انهيار مثل ما بيعتقد البعض.